بصدق لم أعد أفهم سر نجاحي وانتشاري وحضوري في قلبكم وكل أكثر ويدفع يحصل على المحبة ولا ينالها، واحد قاعد ربي يهز يعملوا كل شيء وهكذا هدية. أذكر قصة طريفة تروى على بلونيس الله يرحمه قسنطينة، أنه جاء مرة كان ولاد عند الدار هكي يتعارضوا هو داخل وكان ناس معاه كيس تاع حلوى، قال لهم جاوبي الكل، قال لهم واش تحبوا قسمة ربي ولا قسمة العبد؟ فجاوا قالوا له طبعا قسمة ربي، هز الحلوى الكل عطاها لواحد وخلاهم الكل يتعايدوا. قال هذه قسمة ربي. فأنا نعمة من نعم ربي، قسمة ربي إنه ربي عطاني لي وحدي هذه المحبة كلها، ربي قدمني عليها إن شاء الله. وأقول ما قلته دائما أنه النعم إذا ربي سبحانه أعطانا نعمة ولم يعطينا بجانبها، يعني لا تكون مرفقة بنعمة أخرى قد تصبح لعنة علينا. إذا الله سبحانه لا يكرمنا بالشهرة وبالموهبة ولا يعطينا التواضع والبساطة بالمقابل، ستصبح هذه النعمة لعنة. عندما يعطينا السلطة ولا ينعم علينا بالحكمة والعدل، عندما يعطينا الجمال، عندما يعطينا الشباب، كل نعم الله هي اختبار لنا في هذه الدنيا. والله سبحانه اختبرني بنعمة المحبة وصدقا. الآن أنا أرتجل هذا الكلام رضي الله فيكم شوية، أنتم عرفتم. أنا الآن لما نشوفكم عكس نقول لازم أنا نبروفيتي فيكم شوي، لازم أستثمر هذا الحب في شيء جميل إن شاء الله، في مشروع. يعني أنا سأحاسب أمام الله على هذه المحبة ماذا سأفعل بها يعني. وسبق أن قلت أنه عندما نرفع قلم أنت كاتب، وعندما عندما ترفع سلاح أنت جندي، وعندما ترفع قلم أنت جيش بعدد قرائك. أنا أصبحت قائد جيش كما ترون، أنا قائد فيلق وفيالق، كل هذه الجيوش لا أدري أين أمضي بها. قالوا لي اشكري الجامعة، راح نشكر الجامعة. لأنه أعتقد ما عادش يكفي إنه واحد يوقع كتاب جملتين، وهذا ليش أنا نتوقع نطول مع قرائي، لأن أعتقد إنه عند واحد يجيك عايش معاك عنده عوام يستحق أكثر من جملة في كتاب. هذوما ناس هم أهلي، وأنا سبق أن قلت
الدم. وصدقا أنا سجلي العائلي أصبح يضم كل هؤلاء الجميلين ما شاء الله، وتمنيت لو كان لي أكثر من يد، لو كان لي أكثر من قلب، لو كان لي أكثر من شفاه لأقبلكم جميعا، لأضمكم. نزيد شوية نبكي يا خلاص. أنا من برج الحمل، برج عاطفي. كيما قالوا أنا ما تخلطوش فيا بزاف. الآن بجدية أكثر أشكر هذه الجامعة طبعا، أشكر هؤلاء الأحبة كلهم واحدا لأكرموني باستضافتي. أدري أنني حللت ضيفة على قلوبكم أولا، وأنني بين أهلي، وارتباكي هذا جزء من ارتباكي أمام والدتي وذكرى أبي. أنتم أهلي ولهذا ما عادش نهضر معكم. أنا ممكن أحكي مع غريب، ممكن أجمل اللغة معكم، أتكلم كلمات كما تأتي من القلب. صدقا ما توقعت كل هذا الاجتياح العاطفي. أرجو هبلتوني مرضتوني. كان يقول لهم سألت عليكم الحب ما نرجعلهمش تعلم تهبط. الله يساعد اللي تحبه. يعني إذا حبيتك الله يساعدك، وإذا ضغط عليك الله يساعدك. فإن شاء الله يا ربي بركة خاطرني نبقى عند حسن ظنكم، لأنه أنا هذا الحب هذا يخوفني هذايا. يخوف صح. يعني نهار كامل كنتم راكم تدابروا فيا كيش نخرج روحه أنا ماشية ناكل حتى خايفة. إن شاء الله بصدق هذه المحبة أمانة ربي يقدرني عليها. وأنا عندي مشروع جميل، ربما مشروع جنوني ككل مشاريعي، بس هدرت عليه مع الإخوة المسؤولين. ومشروع بما أن عندك مجموعين إن شاء الله يا ربي نشوف ما شاء الله كل ما تزيد ندور نخلع. من الأحسن نبقى نشوفك. لأني أنا بنت الجزائر بالدرجة الأولى، أنا جزائرية من العراق. أنا طيبة كاملة. أنا أحبتي من زمان، وأنا حابة سامحوني كنت نسمع هذا الموضوع بس نقول لكم حابة نطلق هذه البلاد، تقول لها المرأة تقول لك كل يوم تجي لك هذا مشروع قديم عندي، عنده بالك 10 سنين. من بكري وانا نقول يا خوتي اعلنت حرب على شركة
طائران إيغالجيري نمشي نطفوها على أساس هذه وجه الجزائر الأول. حضرت على المطارات، هدرت بون. المهم الحمد لله شويه انا نحس ما يبقاش واحد غير المنشر. لكن انا قلبي يوجعني لانه ما نقدرش انا نجمل وطن في كتاب ومن بعد يجيو الناس يجيو يلقاو حاجه اخرى تماما. يعني انا لما قلت هذيك المره من حق الابطال ان يحاسبوا المسؤولين، وفعلا انا نجيب لهم خالد بن طوبال يحاسبهم، مش انا ما عنديش علاقه بهم واش يحبوا. يعني عندهم حساب يقدموه لخالد بن طوبال اللي هو في 4 روايات من الملك حداد ديالنا، لانه هذا الرجل الجميل. انا اتمنى ان الرجل الجزائري يكون يشبه هذا الابطال الجميلين. انا اجمل الرجل الجزائري في كتاباتي لاني اكتبه كما تمنيت ان يكون، واجمل الجزائر لاني كتبتها كما تمنيتها ان تكون. هذه الجزائر ما انا جايه هذيك المره في الطريق، جايه من بيتنا لهنا. انا كنت يا بدنيه لأنه احنا نقوم بجريمة في حق الغابات، لأن الأوراق نجيبوها من الشجر ولنطبع كتب معظمها لا تقرأ تنتهي وليمة للفيران. فبالتالي على الأقل نعتذر للغابات أنه أجرمنا في حقها. وأنا لم أخترع هذه الفكرة، هذه موجودة في فرنسا، يعملوا أمسيات شعرية في غابة ويوقعوا كتب في الغابة، في غابات جميلة طبعا مش بتاعنا حتى يخوفوا
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صباحكم بالخير. يا سيدي أحلام طلبت لنا حاجة فيها كانت تكون الجزائر نظيفة. لا نوعدوها ان شاء الله حنا نبداو الجامعه تسمينا ان شاء الله نطبعوا كل جوهره من الجامعات الجزائريه والجامعات العالميه. وحنا اليوم يعني شرف عظيم اننا نلتقي بالسيده احلام مسلمي في جامعتنا، وهي مثال ورمز للعطاء والابداع الادبي. خلات صوره الجزائر يعني تكون قويه وعاليه بين الامم. احنا نتمنى من خلالكم هذا الوقفه القويه اللي كان وجود الكبير لابنائي وبناتي الطلبه باش كلنا نتبع في مستوى طموحات هذا البلاد، وكل واحد منا يخرج من هذه الجامعات يكون عنده مشروع تاع مستقبل باش يقيم هذه الجزائر اللي ضحى عليها العديد والكثير من الشهداء ومن اجدادنا وابائنا وامهاتنا. واليوم يعني في هذه الوقفه القيمه الادبيه وكذلك وجود اساتذه ووجود كذلك طلبه ووجود العميد ورئيس المخبر الاستاذ عبد الله، نتمنى هذه الوقفات وهذه هي النشاطات الادبيه والعلميه تذكر في جامعتنا بدون شك. حتى خلينا كذلك باش نعرف ماذا يجري في العالم وماذا كذلك يوجد في اماكن اخرى. وبدون شك احنا جامعتنا اليوم في هذا الاطار النشاط الفكري والعلمي والادبي لابد انه يكون الحارس الاساسي باش كل واحد منا يبني شخصيته وتتعلى شخصيته بالعلم والمعرفه والاحتكاك المتواصل. وبدون شك وجودنا في مؤسسه جامعيه تربويه لازم تخلينا كما كانت تقول السيده احلام مسلمي تكون عندنا روح المواطنه، روح المواطنه اللي من خلالها كل عمل يقوم به يقدم خدمه للوطن العزيز. وان شاء الله نقولها باللي صح صدينا الرابطه بلادنا والجزائر. بارك الله فيك. انا قلت راني قاعده نديروا بيا واش تحبوا، شنو مش عارفه شنو البرنامج. حين كما ذكرنا في اليوم الأول أننا سطرنا برنامج يكون خفيفا، يعني ليس برنامج ثقيل. أردنا أن يتدخل الأستاذين في وقت قصير للتحدث عن أعمال أحلام مستغل الروائية، وننتقل بعد هذه الوقفة النقدية بحضور الكاتبة إلى عملية تكريم للمبدعة أحلام مستغل. وأحلام مستغل أصرت أنها تبقى اليوم لأنها حست بحرقة أن كثيرين من الطلبة والطالبات يريدون توقيع حار من طرف أحلام مستغل، ولذلك حنقول لهم من الآن يبدأوا بعد ما ننهي التكريمات ينظموا روحهم تماما في هذه الجهة من هنا اليسرى، ويتقرب ويقدم هنا بالطالب وبطالبة، وهي راح توقع لهم وستحاول أن توقع على أكبر عدد ممكن. ولذلك فقط نحتاج النظام ونحتاج طبعا احنا في الجامعة وكل
الناس مثقفين وكل الناس يتصرفون بتصرف حضاري منظم، فنرجو أن تكون هذه الأمور. ندوتنا ستكون حول أعمال أحلام مستغانمي. عندنا الدكتور يحيى الشيخ صالح عنده كلمة سيقولها، وعندنا الدكتور عبد السلام الصحراوي سيقول أيضا كلمة. أنا قبل ما ندخل في هذا المجال نقول كلمة باختصار على أعمال أحلام مستغانمي. أحلام مستغانمي كما تعلمون بدأت شاعرة وكتبت ديوانين في السبعينيات، ديوان على مرفأ الأيام وديوان الكتابة. عاد كنت تقراوها هادو كنت نخربش فيهم برك بالبرنامج حتى ما عاودش طبعتهم على بالفوصل. الانطلاقة الحقيقية لأحلام مستغانمي كانت سنة 1993 بصدور روايتها ذاكرة الجسد. ذاكرة الجسد أنا أقول اللي في الرواية العربية فيه روايتين أحدثتا انقلابا إبداعيا كبيرا في مسيرة العمل السردي الروائي. الرواية الأولى للكاتب السوداني المرحوم الطيب صالح موسم الهجرة إلى الشمال. هذه كانت الانطلاقة المتميزة للرواية العربية، وكان على الرواية العربية أن تنتظر إلى سنة 1993 لكي تعرف هذه النقلة النوعية مع ذاكرة الجسد. ذاكرة الجسد هي نستطيع أن نقول هي ملحمة الجزائر، هي الحديث بلغة الوفاء إلى كل إنجازات حركات المقاومة الجزائرية منذ أن دخل الاستعمار الفرنسي إلى غاية ثورة التحرير. وأنا قلت مرة كلاما قلت إن الجزائر قد من الله عليها بثورة أول نوفمبر، ولو أرادت عزة في غير ثورة أول نوفمبر لن تجدها. وصدقوا هذا الكلام أو لا تصدقوه، لأنها هي التي أحدثت هذه الهزة الكبيرة في المجتمع الجزائري، وكونت الشخصية الوطنية وألفت بين قلوب الجزائريين، فأصبحوا وحدة مترصة استطاعت أن تحقق الهدف الأسمى ألا وهو تحرير الجزائر. ذاكرة الجسد هي ذاكرة هذا الامتداد على مر مئات السنين من المقاومات للشعب الجزائري، وبالتالي فذاكرة الجسد هي إنجيل الثورة التحريرية بكل امتياز. أحلام مستغانمي واصلت وأنجزت الثلاثية الرائعة ذاكرة الجسد مع فوضى حواس ومع عبد السرير. هذه الثلاثية الكبرى استطاعت فيها أحلام مستغانمي في عالم ما يسمى بعالم السرديات بريسي هذا أنها تحدث تجديدا عميقا في مسيرة الرواية العربية، بحيث أن توظف لغة الشعر في العملية السردية. ونحن نعلم أن النقاد فصلوا بين ما يسمى بلغة الشعر المتألقة المصفات ولغة السرد المرتبطة بالواقع التي تتحدث عن الأشياء كما هي. ولم يحصل في تاريخ الرواية العالمية بصفة عامة أن وظفت لغة الأحاسيس، لغة الشعر، لكي تقوم بدور السرد. هذه هي يعني القفزة النوعية التي أحدثتها أحلام مستغانمي. وفي رأيي أنا في 3 كتاب في العالم تقريبا قاموا بهذه العملية. الكاتب الأول هو الألماني الكبير الفيلسوف نيتشه، لما كتب روايته الفلسفية هكذا تكلم زرادوتش، بحيث تحدث بلغة الفلسفة بلغة الشعر. وجاء بعد
مالك حداد في أعماله الرائعة التي وظف لغة الشعر لكي تقوم بدور السارد. وجاءت أحلام مستغانمي بعد ذلك وإلى يومنا هذا لكي تجعل من اللغة الشعرية هي اللغة السردية بامتياز. هذا هو تقريبا يعني أكبر إنجاز يعني حققته أحلام مستغانمي. فكلما اقترب الإنسان من قراءة رواية أحلام مستغانمي إلا ووجد فيها هذه اللغة المتألقة، هذه اللغة الشعرية التي تخرج على النمطية وتتجاوز المواضعة كما يقولون في النقد. وأصبح الشعر قادر على أن يسرد، يعني أصبحت أحلام مستغانمي وظفت الحكي بلغة شعرية. فهذا أكبر يعني امتياز حققته أحلام مستغانمي.